ولا تباعد بيننا وبين آل محمد طرفة عين. الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب مولاتنا أم المؤمنين سلام الله عليها، وحياكم الله. إن شاء الله الصوت واضح، إن شاء الله الصوت واضح. الآن إخوان إحنا في صدد عندنا محاضرة، أسأل الله أن الله يوفقكم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. وبعد المحاضرة نترك الضحك أو الشغل. الله يحفظكم، الله يحفظكم يا الله. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بحق محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي يا حبيب الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. وصلى الله عليك يا مولاي يا أبا الحسن خليفة رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم سيدي ولجأ إليكم. لعنة الله على أمة منعت عنك الماء، ولعن الله أمة سمعت ورضيت بذلك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كربلاء لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك يا للمصطفى كم على دربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى. لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا بحدي السيف على ورد الردى. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا. وعليكم السلام حيا الله مولاي ابو بكر. من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقي أنابيب الغنم، ومسوغ عاثر يسعى به يا خلف محمول على غير وطن. لرأيت عيناك منهم منظرا للحشاء شجوا وللعين غدا. إن شاء الله الصوت واضح اخواني واخواتي. ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان، الإيمان والبقي جزاء
جزر الأضاحي نسلو، جزر الأضاحي نسله، ثم ساقوا أهله سوق الأمان. إن شاء الله في صوت بحر. والله نوحي على الأولاد يا زهرة الحزينة، واحد بكربلاء وواحد بالمدينة، بويا وتفرقوا عنك وصار الشميل تبديد، بويا واحد من جعيدة قضى واحد من يزيد، والله واحد دفن عندك وواحد عنك بعيد، والله قبر الحسن عندك وقبر حسين وينا، وكأن بها تجيبها العشق. تقول له دهري رماني بالرزايا بكل غالي، شتت أولادي عن يميني وشمالي، والله ما أشوف ساعة فارغ من الناح بالي، واعظم علي لان عناعي علي حسين، بويا يا ابكي على اولاد ذبايح يوم عاشور، بويا ولا نصوم عليهم مأتمي وسط القبور، ونسيت ضلعي اللي بصدر الباب مكسور، كل البكاء والنوح والحسرة على حسين، والله مصاب نحلني ويا احزاني، والله ورث علي مصاب يوم القاضرية، والله وين اللي واسني يا شيعة، بماذا نواسيك مولاتي؟ والله على حسين وأولادي ورضيعة، بعد والله وابن والد على الطليعة، ويا على القمي جبوبه قطيعة. يا الله إن شاء الله الصوت واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، وحي الله الداخلين. عصمة الزهراء صلوات ربي وسلامه عليها. يقول الله في محكم كتابه الكريم عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. المراد من أهل بيت الرسول عليهم أفضل الصلاة والسلام هنا هم علي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين
عليهم السلام. وبروايات مختلفة وردت عن الأئمة المعصومين عليهم السلام نذكر في هذه المحاضرة، ونريد التحدث عن العصمة، ثم نتطرق إلى عصمة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات ربي وسلامه عليها، إن شاء الله واضح. فنقول لقد اتفق العلماء على وجود العصمة ولكنهم اختلفوا في الموضوع. انتبهت؟ ومما اتفقوا عليه أولا عصمة الملائكة. إن شاء الله واضح أخوان؟ الصوت واضح؟ مولاي أبو أمير، أحمد شميري بحر، مولاي جرس المنفي، إن شاء الله صوت. فقد اتفق علماء المسلمين على أن عصمة الملائكة بدليل قوله تعالى أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإن قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم يختلف عن قوله ويفعلون ما يؤمرون، فإن في الأول تأكيد على العصمة أكثر من الثاني، لأن الأول ينفي وقوع المعصية. التفت على الإطلاق. مولاي وأجرك يعني أعظم وجل إن شاء الله. بالإضافة إن الملك ليس له قابلية للمعصية. الملك يعني ليس له قابلية المعصية لعدم وجود النفس الأمارة بالسوء عنده، ولا الشهوة الحيوانية التي تدفعه إلى المعصية. ونسبة العصمة إلى الملائكة من باب التجوز والتسامح، وذلك لأن الملك ليس له قابلية المعصية. انتبهت؟ وذلك لأن بينهم وبين العصمة نسبة الملكة والعدم، فلا يتصف بالعصمة ولا بعدمها. النقطة الثانية عصمة الأنبياء في مقام التبليغ. التفت هذا المعنى الآن. إلا من شذ، وهي تختلف عن العصمة في مقام العمل والمعصية، لأن مالكها عدم صدور السهو والخطأ في التبليغ، وملاك الثانية مقام عدم العمد في المعصية. وبعبارة أوضح أن العلماء اتفقوا على عصمة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في أداء الرسالة كما نزلت عليه من قبل الله تعالى من دون زيادة ولا نقصان ولا تبديل، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إلا هو وحي يوحى. وهذه غير العصمة في مقام العمل أو السهو والخطأ في القضايا الاجتماعية العادية، غير ما يرتبط بتبليغ الرسالة. استدل العلماء على العصمة في مقام التبليغ بأن عدم عصمتهم في هذا الجانب خلاف قاعدة اللطف المحصل التي قوامها هداية العباد، وهي لا تتم إلا بعصمتهم في هذا المقام. ومخالفة اللطف المحصل خلاف العدالة بخلاف مخالفة اللطف المغرب. التفت؟ تعريف العصمة الآن. لقد ذكرت عدة تعاريف للعصمة، نذكر بعضها. العصمة هي قوة تمنع الإنسان من اقتراف المعصية مع قدرته عليها. زين. الثانية أنها لطف يفعله الله في المكلف بحيث لا يكون له مع ذلك داع إلى ترك الطاعة ولا إلى فعل المعصية مع قدرته على ذلك. عصمة الزهراء سلام الله عليها. النقطة الثالثة أخواني هي عدم خلق الله تعالى ذنبا في المعصوم. عدم، شوف العدم، هي عدم خلق الله تعالى ذنبا في المعصوم عليه السلام، وهو تعريف ضعيف ذهب إليه بعض من يقول بأن العبد ليس هو الموجد للذنب، وأن الله تعالى هو الموجد لكل شيء. فعصمة الزهراء سلام الله عليها بعدما تقدم من عصمة الرسول عليه السلام نقول بأنه نفس العصمة ونفس الدرجة التي للرسول عليه السلام هي للزهراء عليه السلام، فهي معصومة من الذنب والخطأ وتبليغ الرسالة السماوية وبالعلوم التي تلقتها من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن دون تحمل منصب إمامة أو نبوة.
التفت. ومع ذلك ساوت الأنبياء والأوصياء في الأسماء في تبليغها، وإن كان تبليغها عليه السلام ليس تبليغا تأسيسيا. التفت إلى المعنى الآن، ليس تبليغا تأسيسيا وإنما هو تبليغ تأكيدي، ولذا ابتلاه الله تعالى بقدر هذه المنزلة. فنرى أن من تكثر عليه المصائب قد يحاول بعض الأحيان اعتزال الأمة. إن شاء الله الصوت واضح وعدم الاحتكاك بها. أما هي عليه السلام فقد بقيت إلى آخر عمرها تلقي بالحجج على القوم وتوضح لهم ما ارتكبوه من اغتصاب للخلافة وانحرافهم عن الصراط المستقيم. إن شاء الله في صوتهم إخواني. وقد وقفت أم البنين موقف الامرأة المواسية للزهراء سلام الله عليها موقفا قل نظيره في جهادها ومداراتها للحسن سلام الله عليه، وقد ضحت بكل أولادها فداء للسيد الشهداء أبي عبد الله عليه السلام، لكنها كانت تختلي وين أحيانا تبكي على أولادها وفي نفس الوقت ترثي الحسين عليه السلام. قال في ثمرات الأعواد: وأما أم البنين أم العباس فإنها كانت ترثي الحسين عليه السلام وترثي أولادها وتندبهم بأشجار ندبة، وكانت تخرج إلى البقيع كل يوم فيجتمع الناس لسماع رثائها فيبكون لشجي ندبها ومن رثائها. لا تدعوني ويكم البنين، لا تدعوني ويكم البنين تذكرني باليوث العرين. كانت بنون لي يدعى بهم واليوم أصبحت ولا يا من بنيني. أربعة مثل نسور الربا قد وصلوا الموت بقطع الوتين. يا ليت شعري يا كما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين، وكأني الآن بها تنادي بين الغبور وحسينا وإماما وعباسا وولداه. والله يلوالها علي ما والله تنوحين أبويا تقوم البجا والنوح لحسين. يا ابويا يا احنا امهات اولاد حيين، والله وعن نوح ابنها فاطمه وين الى العزا واحنا معزين. فأنا الفاج اثنين واثنين والله محاريب خمسة أمد كل حين عليهم مرش بدمعة العين. يا والله عليهم مرش بدمعة يا العين يمهم على الأولاد زيد النوح.
بويا يمه مفر الساعة النهر بالطبوية يمه محب اقصد وجاور كون يموم وجاور خوم لما تجيني المنية يا أنا غيم في جور الزمان وذله يا منية الباقي وكعبة نيله كم غائب سر الإله بوصله يا ليت غائبنا يعود لأهلي فنقول أهلا بالحبيب ومرتضى. يا الله إلهي نقسم عليك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. إلهي احفظ شيعة أمير المؤمنين واجعل كلمتهم هي العليا وكلمة أعدائهم هي السفلى بحق محمد وآل محمد. إلهي احفظ ساداتنا وعلماؤنا. إلهي انصر اخواننا المجاهدين من الحشد الشعبي والجيش العراقي وانصرهم على من عاداهم وطيب الله اسمعكم. إلهي احفظ شيعة أمير المؤمنين، احفظ المواكب الحسينية، احفظ المدافعين عن هذا المذهب الشريف، لا سيما اخواني المؤسسين لجميع الرومات المدافع عن هذا المذهب الشريف، لا سيما هذه الروم والحاضرين والسامعين. اخواني الموجودين والحاضرين اللهم احفظهم واحرسهم بعينك التي لا تنام. إلهي ارحم موتانا وموتاهم بحق محمد وآل محمد واحشرهم مع محمد وآل محمد. إلهي من لديه حاجة إلهي يقسم عليك بحق محمد وآل محمد أقضيها له بحق محمد وآل محمد، وخصوصا خواتي الفاضلات في هذه الروم. إلهي يقسم عليك بحق قربة زينب بحق أم المصائب أن تعطيها مرادها بحق محمد وآل محمد. وإلى جميع المؤسسين والعاملين والحاضرين اللهم تقبل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، ولا روح أماتنا وأمات الحاضرين والسامعين قراءة سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. إخواني أنا أسمع لطالة إن شاء الله طيب الله اسمعكم إخواني، والله يوفقكم بحق محمد وآل محمد. وأنا آسف لطالة لكم المايك مسبوقة محفوفة بالصلاة على محمد وآل محمد.